تعالوا بقى النهاردة نعمل كنافة النابلسية. ومعلش سامحوني بقى عشان صوتي مش لحد امبارح صوتي ما كانش طالع عشان عندي دور برد حلو شوية يعني. النهاردة الحمد لله صوتي طلع شوية، فقلت اصور الكنافة. ما عملتش اي حاجة غير ان انا فرمت الكنافة كويس اوي زي ما انتوا شايفين. فرمتها في الكبة ناعم خالص. دي كوباية الا ربع سمنة على زبدة، نزلتها على الكنافة. ما حطيتش بقى سكر بودرة، حطيت عسل زي ما انتوا شايفين كده، يعني قد فنجان عسل او 5 معالق كبار عسل. ده العسل او الشربات اللي احنا هنسقي بيه الكنافة. دي الصينية اللي هنحط فيها، لازم نحط فيها كمية كويسة من السمنة. نفس السمنة على زبدة برضو اللي حطيتها على الكنافة هي اللي انا حطيتها في الصينية. شايفين كمية ازاي كتير؟ عايزين احنا الكمية كتير كده عشان الكنافة متلزقش. هندعك بقى الكنافة كويس بالعسل والسمنة لحد ما نشربها السمنة كلها كويس قوي. بعد كده هننزل بيها في الصينية اللي احنا دهناها، واهم حاجة بقى نكبسها كويس قوي. كده نسيت اقول لكم الكمية دي نص كيلو كنافة، نص كيلو كنافة. هنكبس بقى الكنافة كويس قوي في الصينية، يا اما تكبسيها بايديكي كويس يا اما تحطي عليها صينية اصغر وتضغطي. المهم يعني اي طريقة، المهم ان انتي تكبسي الكنافة كويس قوي. دي زي ما انا عملت كده. شايفين جبسناها ازاي؟ نيجي بقى للجبنة. انا جبت جبنة مشللة، انا عايزاها المفروض ان هي تمط شوية. انا قلت اجيب جبنة مشللة عشان تمط زي بتاعة المحلات. ده نص الكمية اللي انا جبتها، حوالي ربع كيلو. نقعتها في مية حوالي ربع ساعة. المفروض ان انا كنت انقعها اكتر من كده بصراحة، حتى عشان كمان كل ما تتنقع تنزل الملح اكتر. يعني نقعتها 10 دقايق وبعدين غيرت المية، سبتها 5 دقايق كمان وبعدين صفيتها. وزعت بقى الجبنة المشللة كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين جبت جبنة، لقيت جبنة الحمد مخصوص للكنافة النابلسية. جبنة الحمد مخصوص للكنافة النابلسية ومكتوب عليها كده. كنت جايباها على فكرة اونلاين، ما لقيتهاش في اصلا خالص، ولا في سوبر ماركت ولا في اي مكان. جبتها اونلاين. دي موتزاريلا مخصصة للحلويات وللكنافة النابلسية. بنحط المهم نبعد عن الحروف، بنحط في النص وهي الجبنة لما تسيح هتوصل للحروف. لكن لما نحط على الحروف من الاول، الحروف دي كلها هتتحرق. فحطيت الجبنة المشللة وبعدين حطيت فوقيها الجبنة الموتزاريلا. تمام. بططناها بقى كده وفردناها كويس. الكنافة دي مش بتتخبز في الفرن نهائي نهائي نهائي. اوعي تفكري تحطيها في الفرن. لو حطيتيها في الفرن الجبنة دي هتنشف خالص، تبقى مجلدة كده زي الكاوتش. بنحطها على البوتاجاز على نار متوسطة، وما نحطهاش في النص. في النص دي يعني هتتحرق من النص، والجناب هتبقى تبقى نية، والجبنة مش هتسيح من فوق. نحط كده طرف الصينية ونفضل بقى نلف. هي بتاخدش 10 دقايق ربع ساعة وبتكون استوت. وطول ما احنا واقفين بقى نفضل نلف مبطلش لف. لو بطلتي شوية هتبصي تلاقيها اتحرقت من تحت. تفضلي تلفي لحد ما تبصي تلاقي الحواف بتاعت الكنافة اتحمرت. بصوا انا هقربها لكم اهو تعرفوا منين ان هي استوت. شايفين الحواف اتحمرت ازاي؟ هي كده استوت. شايفين بقى الجبنة لما ساحت راحت للحروف. لو كنا حطيناها من الاول كده للحروف كان زمانها اتحرقت. بس نقلبها بقى. شايفين بقى لونها؟ دي في 10 دقايق ربع ساعة بتطلع اللون ده، بتستوي بسرعة جدا. كمية العسل والشربات بقى على قد ما تحبي. راجعيلك، عايزاها مسكرة بتزودي، عايزاها نص نص طعم الجبنة المالح شوية يبان بتكتريش قوي. وعايزة بقى تحطي فستق، عايزة تحطي البندق، عايزة تحطي لوز، اللي انت عايزاه.
سهلة ما فيهاش اي حاجة، سهلة خالص خالص يعني. والمكان اللي انا جبت منه الجبنة، لو انتي من اسكندرية وعايزة تعرفي منين ابعتيلي وانا اقولك الجروب اللي انا جبت منه. بس كده بصوا الجبنة عشان لسه سخنة كمان عمالة تسيح وتطلع من تحت، بس بجد طعمها حلو قوي. طبعا ما فيهاش بقى المطة الرهيبة دي بتاعت المحلات زي كنافة وبسبوسة كده، ما بيجيبها لك بتمط كده 10 متر يعني. هي فيها مطة بس خفيفة، هتشوفوها دلوقتي. هي كان كمان المفروض اصورها لكم من تحت عشان تشوفوها وهي طالعة من فوق كده مش باين. بس كده، يا رب تكون عجبتكم الكنافة، ومتنسوش لو عجبتكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في البيج. واسفة مرة تانية عشان صوتي، والله لحد امبارح صوتي ما كانش طالع. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.